السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ودعوة ليا من إخواتي بصلاح الحياة، وعايزة تتفاعلوا معايا علشان القناة مش هتكبر غير بيكم، ودول دعوة من قلبكم وبصلاح الحياة. النهاردة معانا الفيديو بتاعنا عبارة عن الفطار عبارة عن ملوخية، والملوخية معانا هتبقى نجيب حلة على النار، نجيب معانا هنحط فيها ممكن شوربة لحمة او شوربة فراخ، بس انا بفضل شوربة اللحم. لو مش متوفر شوربة لحمة او شوربة فراخ ممكن اجيب مية واعملها بمرقة من واحدة من مرقة الماجي. انا ما كانش عندي مرقة ماجي، حطيت مية بس وحطيت عليها كوباية من الملوخية، سبتها تغلي زي ما انتوا شايفين، ورحت عامله لها الطشه بتاعتها جبت حله على النار وحطيت فيها شويه من الزيت وشويه من الثوم المفروم، وجبت ملح وكزبره وقعدت اقلب فيهم، خدوا شويه على النار وقمت حطاهم عليها. ممكن ان انتي وهي على النار ما تحطهمش عليها، ممكن تستني لما تنزليها من على النار تبقى افضل، بس انا حطيتها وهي على النار برضو مش وحشه. بعد كده قعدت اقلب فيها كويس وقمت حطاها. بعد كده معانا بطاطس مسلوقة ومهروسة. جبت البطاطس وغسلتها غسيل كويس وقمت مقطعاها خرط سميكة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده رحت غسلها غسيل كويس، ورحت حطلها شوية من الملح، ورحت سايباها على نار متوسطة ومغطية عليها. بعد كده لما تستوي براحتها بقوم جايه شايله الميه بتاعتها، سايباها تهدى وكب الميه بتاعتها ومقشراها وماسكاها بالهراسه هرساها. بعد كده بعد ما تتهرس معايا اجيب لها طاسه على النار واحط فيها شويه من الزيت، واحط فيها حبه من الثوم، ممكن معلقه لو هي كبيره، ممكن اقل من معلقه لو هي مش كتير، على حسب البطاطس اللي انت هتعمليها، بس ما شاء الله بتبقى طعمها رهيب. ممكن اسيب الثوم ياخد تشويحه ويحمر سنه بسيطه، وممكن احطه من قبل ما يحمر عادي. واروح جايبه البطاطس بتاعت اللي انا هرستها واروح حطاها على الثوم والزيت، واقوم جايه مقلبها ببعضها، وبعد كده اروح جايه حاطه عليها شويه من الملح وشويه من الكزبره، ولو موجود كمون برضو عادي، لو موجود شطه برضو عادي، على حسب البهارات اللي انت عايزاها. دي شكلها بعد ما حطيتها، ودي البهارات عليها. بعد كده خلصت. ومعايا كمان سلطه، حبايتين من الطماطم، حبايه من الخيار، وحبايه من الفلفل. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، اشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.